هلا أحبتي، أحب أن أنصحكم نصيحة، هي أبد ما تكونون بطاقة الحزن، لأن طاقة الحزن حتجذب لكم شغلات وأشياء كلها مو زينة، فدائما تقوون حالتكم بطاقة الفرح والمرح، وتكونون دائما حالة سعادة. شلون؟ طبعا هي ماكو حياة كاملة وماكو حياة كلها سعادة، لازم اكو موازنة بين الحزن والسعادة، ليل نهار، يعني لازم اكو موازنة، مرض صحة، لكن قدر الامكان تركيزنا وافكارنا تكون طاقة السعادة، طاقة الصحة، لأن هذا جدا يأثر على عقلنا اللاواعي وعلى جسدنا. فدائما من احنا نكون بطاقة فرح، لأن احنا ما حنستفاد من طاقة الحزن، يعني إذا بقينا بالحزن شو راح يصير؟ حتمشي الحياة هي ماشية وأمورنا حيمشي أيضا وحنكبر، يعني كل الأحوال هي ماشية الحياة، فليش احنا نخلي نفسنا بواقع حزين وحزن؟ خلينا نطلع منه ونكون بواقع السعادة. من نكون بواقع السعادة حتفتح لنا أشياء حلوة، حتكون حياتنا أجمل، جسدنا حيقدر يواجه الأمراض ويقتل أي مرض، تكون الطاقات الإيجابية أكثر بالجسد، أي مرض ما حيبقى، لأن ترددات الإيجابية أقوى من السلبية، يعني بالتالي حتتغلب على أي مرض. فدائما كونوا طاقة السعادة وطاقة الصحة، وركزوا على الصحة والسعادة، لأن حتى تكون حياتكم ما بها أمراض، حياتكم تروح من عندكم السلبيات الأمراض، حالتكم حتكون قوية. من تكون حالتكم حزن أو تكونوا بحالة حزن حالتكم حتضعف، وبالتالي حتدخل لكم شغلات وأشياء ما حتسيطرون عليها وحتجذب لكم أمراض. فأحبكم هواية، وأريد الكل يحافظ على صحته وجسده ونفسه، لأن أهم شي بالحياة هي الصحة تعتبر أهم شي، يعني الصحة لو أقل شي يصير بينا شي بسيط شلون نتأذى، فالصحة جدا مهمة، وكونوا بطاقة السعادة والفرح. أحبكم.